تعلق. هذا مزاح، أليس كذلك؟ قال مراد وهو يحدق في الورقة. لا أدري، لكن الفضول يقتلني، أجاب منير بابتسامة تحدي. لا تفكر حتى في الذهاب، الجميع يقولون إن هذه العمارة مسكونة. لكن منير لم يكن من النوع الذي يتجاهل التحديات، خاصة إن كان الأمر يتعلق بمكان غامض يحمل أسرارا غير معروفة. قرر أن يذهب، وأصر مراد على مرافقته رغم خوفه. دخول العمارة المسكونة. مع اقتراب أذان المغرب توجه الأخوان نحو العمارة المهجورة. كانت الأجواء هادئة بشكل غريب، وكان المكان محاط بصمت ثقيل. عند باب العمارة وجدت مائدة إفطار مجهزة تماما، وعليها أطباق تقليدية لذيذة، وكأن هناك من يعرف أنهم قادمون. لم يكن أحد في المكان، لكن الطعام كان ساخنا ورائحته شهية. نظر منير إلى مراد بدهشة. من قد يحضر كل هذا الطعام هنا؟ ربما يجب ألا نأكل منه، همس مراد وهو يشعر برعشة خوف. لا تكن جبانا، ربما يكون نوعا من المزاح، قال منير بثقة. ثم جلس وبدأ في الأكل. بمجرد أن تذوق الطعام شعر كلاهما بثقل في أجسادهما، وكأنهما قد دخلا إلى عالم آخر، عالم الأشباح والسر المدفون. فجأة انطفأت الأضواء، وبدأت الأرض تهتز تحت أقدامهما. وجد الأخوان نفسيهما جالسين وسط ظلام دامس، والمائدة اختفت تماما. عندما أضاء مراد هاتفه صعق لرؤية الجدران مغطى بكتابات غريبة وطلاسيم سحرية. منير، ماذا يحدث؟ صرخ مراد وهو يتمسك بيد أخيه. لا أدري، لكن يجب أن نخرج من هنا فورا. قبل أن يتحرك انفتحت إحدى الغرف تلقائيا، وانبعث منها ضوء خافت. رغم خوفهما شجعهما الفضول على الدخول. داخل الغرفة وجدوا مرآة ضخمة تعكس صورتهما بشكل مشوه، لكن الصدمة الكبرى كانت عندما بدأت المرآة بالتكلم. لقد أتيتما أخيرا. راجع إلى الخلف وارتجفت أصواتهما. من أنت؟ سأل منير بصوت مرتجف. ردت المرآة: أنا حارس هذا المكان، وأنتما اخترقتما حدودي.
ثم بدأت المرآة تعرض مشاهد من الماضي، وكشفت سر العمارة المسكونة. منذ 100 عام كان يعيش في هذا المكان شيخ صوفي يدعى الشيخ منصور، وكان يملك كتابا سحريا يحتوي على تعاويذ لتحكم الجن، لكنه اختفى بظروف غامضة، ويقال إن روحه لا تزال محبوسة هنا تبحث عن شخص يفك اللعنة. أنتم المختارون، إما أن تساعداني على التحرر أو تصبحون جزءا من هذه العمارة للأبد. الهروب من اللعنة لم يكن أمامهما خيار سوى البحث عن الكتاب السحري داخل العمارة. بعد دقائق من البحث المتوتر، عثر منير على صندوق خشبي قديم. عندما فتحه، وجد داخله كتابا مليئا بالرموز والطلاسيم. هذا هو، لكن كيف نستخدمه؟ تساءل مراد. هناك تعويذة مكتوبة هنا، ربما يجب أن نقرأها. بصوت مرتجف بدأ منير في تلاوة الكلمات، وفجأة انطلقت صرخة مرعبة من المرآة. بدأت الجدران تهتز، والهواء أصبح ثقيلا، وكأن شيئا كان يحاول الخروج. ثم توقف كل شيء. فتحت أعينهما ليجدا نفسيهما جالسين أمام العمارة، والمائدة ما زالت موجودة، لكن كل شيء بدا كما كان من قبل. هل كنا نحلم؟ تساءل مراد. لا أدري، لكنني أشعر بأننا كسرنا لعنة المرآة القديمة. عندما عاد إلى المنزل، وجد مفاجأة أخرى. كانت الورقة التي وجدوها عند الباب قد اختفت تماما، وكأنها لم تكن موجودة أبدا. النهاية، هل انتهى الأمر حقا؟ في الليلة التالية، وعند أذان المغرب، وجد منير رسالة أخرى على باب المنزل. كتب عليها: لقد أنجزتما المهمة الأولى، لكن الطريق لم ينتهي بعد. نظر منير إلى مراد برعب، وأدرك أن هذه لم تكن سوى بداية سلسلة من الأحداث. أخذ منير الورقة بيد مرتجفة وقرأها بصوت خافت: لقد أنجزتما المهمة الأولى، لكن الطريق لم ينتهي بعد. شعر مراد بقشعريرة تسري في جسده، وقال بصوت منخفض: منير، هذا ليس طبيعيا، يجب أن نتوقف هنا. لكن منير، رغم الخوف الذي بدأ يتسلل إلى قلبه، شعر بأن هناك شيئا أعمق يجب كشفه. لماذا اختير هو وأخوه تحديدا؟ ومن يرسل هذه الرسائل؟ قرر أن يحتفظ بالرسالة دون إخبار أحد، لكنه لم يكن يعلم أن القادم سيكون أكثر رعبا. علامات غريبة
وأحداث غير طبيعية. في اليوم التالي بدأ كل شيء يتغير. في أثناء جلوسهما لتناول الإفطار في المنزل، سمعا صوت طرق خفيف على النافذة. نظر مراد بحذر، لكنه لم يجد أحدا. تجاهل الأمر، لكن بعد دقائق سقطت إحدى اللوحات من الحائط دون سبب. هذا لا يمكن أن يكون مجرد صدفة، قال مراد برعب. ربما الهواء، أو ربما تحذير جديد، رد منير وهو يمسك الورق بإحكام. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. في منتصف الليل استيقظ مراد على صوت خطوات داخل الغرفة، وكأن أحدا يتجول في المنزل. حاول إيقاظ منير، لكن الأخير كان غارقا في نوم ثقيل بشكل غير طبيعي. عندما نظر حوله رأى ظلا يتحرك في زاوية الغرفة، وعندما أضاء المصباح لم يكن هناك شيء. في الصباح قرر منير أن يبحث عن أي دليل جديد حول العمارة. ذهب إلى المكتبة العامة وطلب أرشيف المدينة القديم. بعد بحث طويل عثر على مقال قديم بعنوان اللعنة التي لا تنتهي، سر اختفاء سكان العمارة رقم 13. ماضي العمارة المظلم. بحسب المقال كانت العمارة مأهولة بالسكان في العشرينيات، لكنها شهدت سلسلة من الأحداث الغريبة. السكان كانوا يختفون دون أثر، والبعض الآخر كان يصاب بالجنون ويدعي أنه يرى كيانات غامضة في المبنى. بعد سنوات تم إخلاء العمارة تماما، وأصبحت مجرد ذكرى مرعبة بأذهان الناس. لكن الجزء الأكثر إثارة كان في نهاية المقال، حيث كتب: يقال إن كل 100 عام يتم اختيار شخصين لدخول العمارة ومحاولة إنهاء اللعنة. إن فشلوا يختفيان للأبد. تجمدت الدماء في عروق منير. هل يعني هذا أنه هو ومراد قد أصبح جزءا من هذه اللعنة؟ عند أذان المغرب قرر منير العودة إلى العمارة، وهذه المرة كان عليه إقناع مراد بالذهاب معه. هل جننت؟ تريد أن تعود إلى ذلك المكان المسكون؟ صرخ مراد. ليس لدينا خيار، نحن عالقان في هذه اللعبة، وإذا لم ننهيها قد لا نخرج منها أبدا. رغم الخوف وافق مراد على مضض. هذه المرة أخذا معهما مصابيح قوية وكاميرا لتوثيق ما سيحدث. عندما وصل إلى العمارة بدت أكثر ظلمة مما كانت عليه من قبل. بمجرد دخولهما
أغلق الباب خلفهما بقوة، وكأن قوة غير مرئية حبستهما في الداخل. الأرض اهتزت تحت أقدامهما، وسمع صوت همسات غير مفهومة قادمة من الجدران. أخي، هذا ليس طبيعيا، يجب أن نخرج، صرخ مراد. لا يمكن علينا إنهاء هذا. ظهرت أمامهما نفس المرآة القديمة، لكن هذه المرة كان داخلها ظل أسود يتحرك اقترابا أكثر. اقتربا أكثر، وفجأة خرج صوت عميق: لقد عدتما، إذن أنتما المختاران لإنهاء هذه اللعنة. هل أنتما مستعدان لمواجهة الحقيقة؟ لم يكن هناك وقت للتراجع. فتحت المرآة بوابة مظلمة، وسحب الأخوان داخلها بسرعة مرعبة. عندما فتح أعينهما وجد نفسيهما في مكان غريب. كانت السماء مظلمة تماما، والمباني متداعية، والأجواء مليئة بالضباب الكثيف. كان المكان يبدو وكأنه نسخة مشوهة من مدينتهما، لكنها مهجورة بالكامل. أين نحن؟ سأل مراد وهو يحاول التقاط أنفاسه. أعتقد أننا في عالم آخر، عالم الأرواح المحبوسة. بدأت أشكال غريبة بالظهور من بين الضباب، كائنات بلا ملامح تهمس بكلمات غير مفهومة. اقترب أحدها وقال بصوت مشوه: أنتما المفتاح، إما أن تطلقونا أو تبقوا معنا للأبد. في وسط الساحة كان هناك كتاب قديم على طاولة حجرية، يشبه تماما الكتاب الذي وجده منير في العمارة. أعتقد أن علينا استخدام هذا الكتاب مرة أخرى. يقلب صفحة وراء الأخرى حتى وجد تعويذة غامضة مكتوبة بلغة قديمة. عندما بدأ في قراءتها اهتز المكان بعنف، وبدأت الكائنات تصرخ بأصوات مريعة: استمرا، لا تتوقف، صرخ مراد وهو يرى الأرض تتشقق تحتهما. بمجرد انتهاء التلاوة انفتح فجأة نفق من الضوء، وسحب الأخوان مرة أخرى بسرعة خارقة. استيقظا ليجدا نفسيهما على الأرض أمام العمارة، لكن هذه المرة كانت قديمة تماما، وكأنها لم تستخدم منذ مئات السنين. لقد عدنا، لكن العمارة، تساءل مراد، لم تكن هناك أي علامة على المائد أو الأضواء، وكأن المكان قد اختفى تماما من الوجود. لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما وصل إلى المنزل. وجد منير رسالة أخرى أمام الباب. فتحها وقرأ بصوت مرتجف: لقد حررتم الأرواح، لكن بعض اللعنات لن تنتهي أبدا. ترقبوا القادم. نظر إلى مراد وعيناهما تمتلئان بالذعر. هل انتهى الأمر حقا، أم أن هناك شيئا آخر في انتظارهم؟ النهاية أم مجرد بداية جديدة؟ وقف منير وهو يحدق في الورقة الجديدة التي وجدت أمام باب منزله.
مراد الذي بدأ يشعر أن هذه الكوابيس لن تنتهي سحب الورق من يد أخيه وقرأها بصوت مرتجف: لقد حررتم الأرواح، لكن بعض اللعنات لا تنتهي أبدا. ترقبوا القادم. لم يكن هناك توقيع ولا أي علامة على من قد يكون أرسلها. أنا لن أتحمل هذا أكثر. منير، انتهى الأمر. لن نتدخل في هذه الأمور مرة أخرى، قال مراد بانفعال. وماذا لو لم ننتهي فعلا؟ ماذا لو كان هناك شيء آخر يجب علينا كشفه؟ في تلك اللحظة سمع صوت دقات على النافذة. التفت بسرعة لكنهما لم يجدا أحدا. فتحت النافذة تلقائيا وهبت رياح باردة داخل الغرفة، حاملة معها ورقة أخرى تطايرت وسقطت على الطاولة. أمسكها منير وكانت تحتوي على عنوان واضح: المقبرة الشرقية، القبر رقم 107، منتصف الليل. التفت إلى مراد الذي كان وجهه شاحبا من الخوف. مستحيل، لن نذهب إلى هناك، صرخ مراد. لكن ماذا لو كان هذا هو المفتاح الأخير لإنهاء كل شيء؟ عند الساعة 11:30 ليلة كان الأخوان يقفان أمام بوابة المقبرة الشرقية، وهي واحدة من أقدم المقابر في المدينة. كان المكان مظلما بشكل غير طبيعي، والضباب يملأ الأجواء، كأن شيئا كان ينتظرهم. أنا أشعر أن هناك شخصا يراقبنا، همس مراد وهو ينظر خلفه. ابق هادئا، وجدنا العمارة وحررنا الأرواح، لن يكون الأمر أسوأ من ذلك، قال منير محاولا التظاهر بالشجاعة. شق طريقهما عبر القبور حتى وصلا إلى القبر رقم 107. كان مختلفا عن البقية، ورقم 107 ظاهرا باديا للعنان. حجمه أكبر، وكان يبدو وكأنه قد تم فتحه وإغلاقه عدة مرات. أمام القبر وجدت شموع سوداء لا تزال مشتعلة، وكأن أحدهم كان هنا مؤخرا. ماذا نفعل الآن؟ سأل مراد بصوت خافت. البحث عن دليل، ربما الكتاب السحري الآخر هنا. بدأ منير في إزالة بعض الأحجار الصغيرة حتى وجد صندوقا خشبيا صغيرا. فتحه ببطء فوجد بداخله مفتاحا قديما مصنوعا من البرونز، عليه رموز غير مفهومة. بمجرد أن أمسك بالمفتاح بدأت الأرض تهتز تحتهما، وسمع صوتا يأتي من تحت القبر: لقد وجدتم المفتاح، لكنكم أيقظتم شيئا لا يجب إيقاظه، الكائن الذي لا يرى. في تلك اللحظة انطفأت الشموع وغرق المكان في ظلام دامس. شعر مراد بأنفاس باردة خلفه، وعندما التفت لم يجد شيئا، لكن الشعور بوجود كيان آخر كان واضحا.
منير، هناك شيء معنا هنا، همس مراد وهو يمسك بيد أخيه. ابق هادئا، لا تتحرك. ثم ظهر شيء مرعب أمامهما. لم يكن بشريا ولم يكن شفافا، لكنه كان موجودا كظل كثيف يتشكل ويتغير باستمرار. كان بلا وجه، لكن عيناه كانتا مشعتان باللون الأحمر القاتم. أنتما سرقتم المفتاح، الآن أنتم محاصرون معي للأبد، قال الصوت العميق المخيف. فجأة انفتح القبر وبدأت يد عظيمة تخرج منه، كأن شيئا كان يحاول الصعود إلى السطح. اهرب! صرخ مراد وهو يركض مبتعدا، لكن منير وقف متجمدا من الرعب. المفتاح! المفتاح هو الحل! صرخ منير. أمسك المفتاح بقوة وبدأ يقرأ بعض الكلمات الغريبة التي رآها مكتوبة عليه. مع كل كلمة نطق بها بدأ الظل المخيف يصرخ بألم وكأنه يحترق من الداخل. وفجأة اختفى كل شيء. عندما فتح أعينهما وجد نفسيهما في وسط المقبرة. لم يكن هناك أي علامة على الصندوق أو المفتاح أو الشموع، كأن كل شيء كان مجرد حلم. لكنه لم يكن كذلك. نظر منير إلى يده ليجد جرحا بسيطا حيث كان يمسك بالمفتاح، لكنه دليل على أن ما حدث كان حقيقيا. هل انتهى الأمر؟ سأل مراد. أعتقد ذلك، أو ربما انتهت هذه المرحلة فقط. وصل إلى المنزل عند الفجر منهكين تماما. لم يكن هناك أي رسائل جديدة، ولم يحدث أي شيء غريب في الأيام التالية. لكن منير كان يشعر بشيء غريب في داخله، وكأن القصة لم تنتهي بعد. بعد أسبوع، بينما كان يستعد للخروج لصلاة التراويح كعادته، سمع طرقا خفيفا على الباب. فتحه بحذر، لكنه لم يجد أحدا. وعندما نظر إلى الأسفل وجد رسالة جديدة: اللعنة لم تنتهي بعد، هناك باب آخر ينتظرك. نهاية أم مجرد بداية أخرى؟ حدق منير في الرسالة التي وجدت أمام الباب، وشعر بقطرات العرق البارد تنساب على جبينه. كان يعتقد أن كل شيء قد انتهى، لكن هذه الكلمات أعادت الرعب إلى قلبه. اللعنة لم تنتهي بعد، هناك باب آخر ينتظرك. سحب مراد الرسالة من يد أخيه وقرأها، ثم رماها بعيدا بغضب. أنا لا أطيق هذا بعد الآن منير، نحن انتهينا، فهمت؟ لا مزيد من الأبواب، لا مزيد من اللعنات. لكني لا أستطيع تجاهل هذا مراد، كل مرة تحاول الهروب يظهر شيء جديد، لا أعتقد أن لدينا خيار. قبل أن يتمكن مراد من الرد، سمع صوت قوي من داخل المنزل،
وكأن نافذة انفجرت. رعى إلى الداخل ليجد المرآة في غرفة الجلوس قد تحطمت بالكامل رغم أنها لم تمس. كان وسطها نقش غريب لم يكن موجودا من قبل. منتصف الليل، الغرفة 606، فندق القمر الأزرق. مراد بلع ريقه بصعوبة. منير، هذا الفندق مهجور منذ سنوات. أعلم، وهذا يعني أننا يجب أن نذهب. عند الساعة 11:30 وقفا أمام الفندق المهجور. كان ضخما لكنه متكائل ومغطى بالأتربة، وأغلب نوافذه مكسورة. لم يكن هناك أي ضوء سوى نور القمر الباهت. هذا جنون منير. الفندق مغلق منذ 20 سنة ولا أحد يجرؤ على دخوله. لهذا يجب أن نعرف لماذا طلب منا الحضور هنا. دفع الباب الخشبي الثقيل الذي انفتح بصعوبة مع صرير مخيف في الداخل. كانت الرائحة عفنة والجو باردا بشكل غير طبيعي. كان البهو الرئيسي مليئا بالأثاث المغبرة والستائر الممزقة تتطاير ببطء كأنها أشباح تسبح في الهواء. بدأ يصعدان الدرج ببطء متجهين نحو الغرفة 606. مع كل خطوة كان الصوت يزداد ثقلا وكأن شيئا يتحرك معهما في الظلام. عندما وصلا وجدا باب الغرفة مفتوحا قليلا وكأن أحدا ينتظرهما. لا يعجبني هذا، همس مراد، لكننا هنا الآن وعلينا أن نعرف الحقيقة. دخل الغرفة بحذر. كانت فارغة إلا من سرير قديم وطاولة عليها صندوق صغير. وعندما اقتربا منه أغلق الباب خلفهما بعنف. فجأة بدأت الجدران تتحرك كأنها تتنفس. الهواء أصبح ثقيلا والضوء الخافت تلاشى تدريجيا. ثم ظهر أمامهما ظل طويل لم يكن له ملامح، لكنه كان يحمل عينين متوهجتين بلون الدم. لقد تأخرتم، قال الصوت العميق القادم من الكيان. تراجع إلى الخلف لكن الغرفة أصبحت أصغر وكأنها تحبسهما داخلها. ماذا تريد منا؟ صرخ منير. أنتم من بدأتم هذا وأنتم فقط تستطيعون إنهاءه. ثم أشار إلى الصندوق الموجود على الطاولة. افتحوه، لكن تذكروا بعض الأسرار لا يمكن نسيانها. نظر إلى بعضهما البعض ثم مد منير يده وفتح الصندوق ببطء. وفي الداخل وجدوا ساعة جيب قديمة متوقفة عند الساعة 12:06. وعندما لمسها تحركت وكأنه يسحب إلى دوامة زمنية لا تنتهي. وفجأة لم يعودا في الغرفة. فتحا أعينهما ليجد نفسيهما في الفندق، لكن هذه المرة لم يكن مهجورا. كان مضاء بالكامل والضيوف يتحركون في البهو يرتدون ملابس من حقبة الأربعينيات. ما هذا؟ هل نحن في الماضي؟
همس مراد وهو ينظر حوله بذهول. تجول في المكان حتى وصل إلى غرفة الاستقبال، حيث كان هناك موظف يكتب في دفتر الحجز. اقترب منير وسأله: عذرا، أي سنة نحن فيها؟ نظر إليه الرجل بغرابة وقال: أنتم في عام 1945. سيد، أليس لديك حجز في الفندق؟ شعر منير بقشعريرة تجتاح جسده. لقد أعادتهما الساعة إلى الماضي، لكن لماذا؟ فجأة سمع صراخ حاد قادم من الطابق العلوي. هرع الجميع إلى مصدر الصوت، وعندما وصل وجدوا رجلا مسجى على الأرض غارقا في دمائه، بينما امرأة تقف فوقه مرتجفة وممسكة بسكين. لقد قتلته، صرخت بصوت مروع. كان يريد أن يفتح الباب المحظور، لا أحد يجب أن يعرف السر. ثم التفتت فجأة إلى منير ومراد، وعيناها اتسعتا.